السلام عليكم. اليوم 7 أكتوبر 2024. أنا كده بقالي بالظبط سنة في الحرب. طبعا أنا مواطن مصري، اسمي محمود جمال عبد المنعم عبد اللطيف سيف النصر. جيت زيارة هنا أنا ومراتي وابني عند أهلها قبل الحرب، وحصلت الحرب والدنيا قفلت علينا ولحد الآن مش عارفين نخرج. جينا طلعنا على المعبر، رجعونا تاني وقال لك لازم اسمك يكون نازل في كشف. رجعت كلمت اهلي، والدتي راحت وزاره الهجره، وزاره الخارجيه، جميع الجهات المختصه بينا، ولحد دلوقتي يعني وضعنا زي ما هو. كل شويه يعني يقول اسبوع او 10 ايام واسمه ينزل في الكشف ويرجع لحد ما المعبر قفل. وكمان يعني انا والدتي ست كبيره ومريضه وتعبانه وعندها القلب، ومش حمل ان هي تروح كل 10 ايام او كل اسبوع تعمل طلب استعجال. يعني هي وقعت اكتر من مره في وزاره الخارجيه وفوقوها وقال لها ان شاء الله يعني كمان اسبوع وابنك يرجع، ولحد دلوقتي يعني وضعنا زي ما هو لحد ما المعبر قفل. يعني انا مش عارف اعمل ايه، لان وضعنا هنا يعني صعب جدا. وكمان يعني انا معايا مراتي حامل على وش ولاده، يعني بتعاني من ظروف صحيه، والمفروض ان انا